مباراة بعنوان طفش حبة تزيد محبة، سيب الكرة في حالها. ماتش مفهوش كورة بربع جنيه، الأهلي يخسر مباراة مفاجأة. وعارف ليه مفاجأة؟ عشان الأهلي الفريق ده هنا كسبانه مرتاح 6، فالطبيعي حتى لو هو على أرض وسط جمهوره يوم ما الأهلي يعمل نتيجة سلبية هيتعادل، وده اللي كان هيحصل. ولكن الشناوي كان ليه رأي آخر في الوقت القاتل بغلطة لن تغتفر من الشناوي، وأنا شامم ريحة خروج الأهلي من دور المجموعات، حاسسها كده اتعقربت المجموعه. شباب بلوزداد كان هيبقى بره البطوله بنسبه 90% لو اتعادل النهارده. بالفوز ده بقى عنده 6 نقط والاهلي عنده 7 نقط، واورلاندو بايرتس هيلاعب بكره استاد ابيجان وهيكسب غالبا استاد ابيجان وهيبقى عنده 8 نقط وهيبقى اول المجموعه. فهتلاقي اورلاندو بايرتس يبقى 8 والاهلي هيبقى 7 وشباب بلوزداد هيبقى 6. شباب بلوزداد عنده استاد ابيجان هيكسبه هيبقى 9، لو اتعادل مع اورلاندو بايرتس هيبقى 10. كل ده بسبب ايه يا عم الحاج؟ كل ده بسبب تأليف كولر تحس ان هو شطب. كولر النهارده عامل حاجات غريبه في التشكيل، بيلاعب لي كريم الدبيس جناح يمين وعنده بيرسي تاو. طب ليه؟ طب من الاول انت فرقه زي دي عارف ان هي لما هتلعبها على الارض وهتلعبها زي ما لعبت الشوط الثاني في مصر وتيكي تقع على الارض وجمل وانطهات ومثلثات ومربعات هتتعبها وهتوصل كتير. انما انت معتمد النهارده طفش وهم يطفشوا وانت ترد عليهم، هم يطفشوا وانت ترد عليهم. من الاول قفشه في ماتش زي ده لازما كان يبدا جنب امام عاشور في نص الملعب مع السوليه، لازما كان حسين الشحات زي ما هو ماشي على الناحيه الشمال بيرسي تاو كان يبقى موجود. ما تقوليش الاهلي عنده غيابات وما عندوش غيابات، على الاقل التشكيل الاساسي هتلاقيه موجود. يعني ما هو بيرسي تاو ده اساسي وحسين الشحات اساسي ووسام اساسي ونص الملعب اساسي، والدفاع مفيش غير خالد عبد الفتاح ناحيه اليمين، وهنقول خالد عبد الفتاح ملوش دور هجومي بس بيدافع كويس. طب انت مشكلتك في يا عم كولر؟ تحس ان كولر زهق خلاص وبقى ايه ملوش نفس للتدريب وبقى يلخبط، وتحس ان شامم ريحه كده خروج الاهلي من دور المجموعات. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.